وسط حرة النار، حرة بني رشيد حاليا. يوجد هنا تشكيل جيولوجي لا يوجد له مثيل. الآن نحن في الفوهة البركانية لجبل المشوية، ويقع أمامنا من جهة الغرب جبل القدر، فوهة جبل القدر والصهارة البركانية العظيمة اللافا. وبالمناسبة اللافا كلمة عربية، لابة، انتقلت للإنجليزية عبر الإسبانية، والإسبانية أخذتها من العربية، فهذا دليل أن اللغة العربية أم اللغات، لأن هم عندهم براكين. لماذا سموه لابة بالنسبة للعربي؟ وهذا موضوع آخر. هذا الجبل جبل القدر شبيه جدا بجبل فوجي باليابان، نفس الشكل بالضبط، وهذاك جبل بركاني وهذا بركاني. ويقع عنه شرقا جبل البيضة، جبل بركاني من الحجر الجيري. ويقع عنه جنوبا غربا الأبيض، الرأس الأبيض، وهذاك أرفع قمة في وسط الجزيرة العربية، يرتفع ل 2096 متر. هذه المنطقة التي تمتلئ بالرماد البركاني، هذا رماد بركاني. هذه المنطقة في الصيف في شهر أغسطس درجة الحرارة في الليل تصل إلى 20 درجة مئوية، فهذا مكان منتجع لا يوجد له مثيل بين هذه التشكيلات الربانية الهائلة. هذا الرماد البركاني يستخدم في آيسلند، في بلو لوغون القريبة من ريكافيك، يطحن ويوضع علاج للبشرة وعلاج لجميع الأمراض الجلدية. أيضا هو سماد يوضع في النخل اللي يوضع فيها الرماد البركاني ذا اللي طالع من آلاف الكيلومترات تحت الأرض. هذا يحوي معادن مركزة من البوتاسيوم ومن المغنيسيوم ومن الأمنيوم ومن جميع أنواع المعادن. هذا يعتبر سماد ويعتبر علاج للروماتيزم، لدفن الأرجل فيه. لعله يوم من الأيام يستغل ويستفيدون منه أهل المنطقة. هذه البراكين لم تثر في وقت واحد، إنما بأزمان جيولوجية مختلفة. فهذا الجبل والجبل الأبيض والبيضة سابق لجبل القدر، لذلك تحولت إلى فتات بركاني. هذا كان عبارة عن صهارة اللابة باللغة العربية، وهي أصل اللغة العربية، كانت متجمدة زي سوف نراها في جبل القدر. هذا لأنه أقدم من ملايين السنين من جبل القدر تفتت وتحول إلى رماد بركاني. وهذه المنطقة رفيعة جدا فوق سطح البحر، باردة في الصيف. الجبل هذا الجيري الأبيض البركاني لا يوجد له مثيل في العالم، هو بركان لكنه أبيض، لأنه لما ثار البركان أخرج لنا الجير من قلب الأرض. والرأس الأبيض هذا فوقه مسجد أثري لا نعلم عمره، يحتاج علماء الآثار يحددون عمره. طبعا الصعود إلى جبل الأبيض صعب جدا، أما الجبل البيضاء والقدر سهل، وهذا المكان اللي فيه المشوية أو المشوية أيضا سهل. أيضا يقع عندنا جبل العاقر وجبل الإكليل، وغربا عن جبل القدر يوجد السنفرة. كل هذه لها أسماء معروفة وفريدة أمام بحر هائل من الصهارة البركانية، كأنها ثارت قبل أيام، ماشية كذا كأنها أمس، وفعلا يعني 1300 1400 سنة أو أقل بقليل، لا يعتبر شيئا في الزمن الجيولوجي. نحن في الأمواج الهائلة من صهارة جبل القدر خلفنا، هذه الأمواج التي تحتوي على جميع أنواع المعادن. يا ليتني عندما كنت صغيرا أتى بي مدرس الجغرافيا إلى هذا المكان. طبعا الآن الطريق وصل، فليس هناك عذر، لأن هذا مدرسة حقيقية في علم الجيولوجيا. والصهارة لا يكسوها طبقة من العشب كما في بقية بعض بلدان العالم أو أكثر بلدان. هي هنا صالحة للقراءة، واضحة، ترى فيها كيف تكونت اللافا وكيف انصهرت وكيف تكسرت وكيف سالت من أعلى جبل القدر. هنا رائعة جدا. وفي حرة النار يوجد أشهر معلم من معالمها، ألا وهو جبل البيضة. جبل البيضة البركاني كله أبيض وله فوهة يوجد بداخلها أيضا جبلين صغيرين.
هذا الجبل لماذا أبيض؟ لأنه من الجير، لأنه لما انفجر البركان أخرج الجير من باطن الأرض إلى أعلاه، ويقع بجوار جبل البيضاء، بجوار جبل الأبيض اللي هو أعلى قمة كما قلنا سابقا 297 متر فوق سطح البحر. أيضا يقع خلفنا جبل العاقر، جبل الصنفرة هذا اللي يزدهي بألوانه، نحن الآن في أرفع أقل بقليل من جبل الأبيض، يعني في جبل البيضاء يمكننا نتجاوز 1900 متر فوق سطح البحر، وهي جميلة جدا، كلها من الجير، كل هذا جير طالع من الأرض ويحيط فيها من جميع الجوانب. والإبل تستطيع أن تصعد وتنزل، لأن وجدنا جلة الإبل في داخلنا ترعى في مراعي داخلية هنا، ونباتات لا يستطيع أحد أن يصل إليها ولا الأغنام حتى تصل إليها. إذا كان شعراء المعلقات هيجوا جيولوجيا الزمن الماضي، فإن شعراء الحاضر وضعوا قرائح شعرهم تحت تصرف الجيولوجيا. يا حرة النار ما يغنيك من أدبي، وهل سيوفع لك قول مقتضبي؟ بنو رشيد سرايا القوم أنت لهم حصنا منيعا مدى تاريخنا العربي. يا قمة للعلا والمجد شامخة، فيها يكون عناق الهام للسحب، فيها النجوم تلالى ضوء بارقها عبر العصور تراثا غير محتجب. المجد يسمو بفخر زان قمتها، ومجده عن رباها قط لم يغب، يعلو رباها شبيه الرأس للجسد، رجما عليا من الأعلام منتصب. الرأس الأبيض، نعم، الرأس الأبيض ويسمو الحسن طلته، رمز الشموخ عسير النيل والطلب، من سفحه الشامخ الشرقي مبتدئا، وادي الرمة عابرا جزيرة العرب. من منابع وادي الرمة ذا المكان. نعم. حرة النار. نعم. من منابع وادي الرمة، هي من المنابع الأصلية لوادي الرمة. نعم، يبدأ مصب وادي الرمة من أعالي الجبل الأبيض. نعم. وسفحه الشامخ الغربي منحدرا، بالجول واد غزير العشب والحطب، واحات حراتها عدن، ومنتجها من سالف الدهر جيد التمر والرطب، فيها يديعا وهي واحة فدك، واحة الحوية، يعني فدك قديما. لا، حائط فدك قديما. فيها يديعا من الواحات حل بها أبناء غطفان، هذا القول في الكتب، وخيبر الخير والتأريخ قاعدة، وحائط النخل أيضا غاية العجب. أرض الشربة كانت مرتعا خصبا أيام داحس والغبراء للعرب، فيها علم عبس يحوي رأس ذروته، سيد الملوك ويحوي سادة نجب، يحوي زهيرا زعيما سيدا ملكا، وقبر عنترة العبسي ذو النصب، تربعتها بنو غطفان منزلة، غطفان جمجمة مرموقة الحسب، فورثتها لعبس خير وارثة، هذه سلالاتها من خيرة العرب، بنو رشيد وقد جاءوا لها خلفا، يض النوايا كرام الطبع والنسب. يقولون زهير بن ابي سلمى خواله بنو غطفان بنو ذبيان من عبس. نعم. فكانوا يقول يصف هذه الحرة لأنه جاور فيهم، يقول أرض أسافلها روض وأعاليها إذا خفنا حصون.